الفيديو بتاعنا النهاردة جميل جدا، وهو عن توابل وسر الطعامة بتاع الأكل بتاعك هتبقى ازاي، وريحة الأكل بتاعك تبقى جميلة بمجموعة من التوابل متوفرة عندك. دي بأقل التوابل خالص، غير طبعا اللي أنا بعملها. يا ريت حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناة لأول مرة يا ريت تشتركوا في القناة. طبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، ولايك الجميل من كل بيساعد على رفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا في ناس كتيرة سألتني عن سر التوابل بتاعتي والريحة بتاعتها، وناس دقوا الطعم بتاعي، فبقول لهم طبعا دي بعض من التوابل اللي انا بعملها، يعني مش كل التوابل اللي انا بعملها مع بعض. دي اللي موجودة عندي، طبعا نجهزها لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. طبعا التوابل دي عبارة عن ايه؟ عن روزماري من العطار، كل ده طبعا روزماري، وشوية كمون، وشوية كزبرة ناشفة، وشوية فلفل اسود، وعندي هنا قرنفل، وعندي حبهان مش كتير طبعا عشان طعمه ما يبقاش غالب، وعندي كوبيبه صيني اهي، وعندي كمان ورق لورا. عندي هنا بس بعد طبعا ما اعملهم احمصهم كده تحميصه خفيفه واطحنهم. عندي الزنجبيل، طعم بيدي طعم جميل جدا جدا للتوابل بتاعتي. في الاول طبعا هجيب صينيه او طاسه، هبدا انزل بالتوابل بتاعتي كلها مع بعض فيها عشان اديها تشويحه على البوتاجاز. طبعا التشويحه على البوتاجاز بتديها طعم جميل جدا اهو، وبتطلع الريحه اللي في التوابل بتاعتي. هبدا احمصهم على البوتاجاز واطحنهم وارجع لكم. ادي حبايبي التوابل بتاعتنا بعد ما طحناها، بصراحه يعني ريحه قويه جدا وجميله جدا. هبدا بقى ان انا احط عليها ايه؟ معلقه من الزنجبيل، معلقه صغيره مش كبيره. طبعا لو ما بتحبش الزنجبيل عادي، عايزه تحطي قرفه حطيها، لكن انا مش بفضلها كتير يعني في الايه، في التوابل بتاعتي اهو بالشكل ده. وابدا بقى ان انا احطهم في البرطمان واستخدم منهم زي ما انا عايزه. يا ريت تعجبكم الطريقه، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.